ضربة حرة لصالح المنتخب البرازيلي. جاي دانيال ألفيز مكان مفضل بالنسبة له، ومعاه برونو سيزار لسه ما غيرش المنتخب البرازيلي ولا لعيب. هذه الضربة الحرة وهدف ثاني، هدف ثاني خدها ببساطة وسهولة، لقاها قدامه الحقيقة جوناس يسجل ثاني الأهداف. كرة مرتدة من حارس المرمى الشناوي، لأن اتلعبت قبل كده بالرأس من فرناندينيو لوحده تماما. أصبحت المسافة قريبة وأصبح رد الفعل صعب من حارس المرمى. حظ حارس المرمى كانت كويس انها راحت في المكان اللي هو واقف فيه، لكنه لم يتمكن من الإمساك بيها. المتابعة جاءت هجومية ولم تأتي دفاعية. إذا بوزيشن الدفاع من البداية في الرقابة غلط. شوف الراجل اللي هرب لوحده ده، مفيش اوفسايد، مفيش اوفسايد لأنه جاي من ورا لقدام جوناس. شوف المتابعة الجميلة، شوف لعيب بيقف ولعيب بيجري، لعيب بيعمل متابعة ولعيب بيستنى. ادي ناصف بيستنى وادي جوناس بيعدي، احمد حجازي جاي متاخر، وحارس المرمى الشناوي. المسافه اصبحت قريبه، فاصبح صعب السيطره على الكره خاصه الكرات الحديثه. 2-0 لصالح المنتخب البرازيلي. 2-0. البرازيل لعبت مصر قبل كده 5 مرات، سنه 60 من 50 سنه